يا جماعه انا قطعتها اهو، بس طبعا عشان سخنه انا مش عارفه ان انا اطلعها. ماشي. بس طبعا انا ممكن اطلع لكم الحته اللي هي هنا ديت، اللي هو عامل زي الصوبع ده اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله اهي زي ما انتم شايفين. الكريمه اللي في قلبها اهي، عشان بصوا سخنه اهي، يعني اطلعها لكم بصوا كده اهي. ادي الكريمه اهي بتبص منها اهي زي ما انتم شايفين. ديت ايه؟ ديت الجلاش اللي بنجيبوها من بره بالثمن اللي قد كده، لكن انا والله العظيم هو تمن لفه الجلاش وحبه الحاجات اللي احنا بنعملها من البيت وخلاص على كده. وحاجات سهله جدا وبايديكم بتعملوها حاجه حلوه. دي لسه انا هحطها في التلاجة وهنشوفوها. ويلا بينا عشان نبتدي ونقولوا ايه هنحضروها ازاي. يا جماعه انا قطعتها اهو، بس طبعا عشان سخنه انا مش عارفه ان انا اطلعها. ماشي. بس طبعا انا ممكن اطلع لكم الحته اللي هي هنا ديت، اللي هو عامل زي الصوبع ده اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله اهي زي ما انتم شايفين. الكريمه اللي في قلبها اهي، عشان بصوا سخنه اهي، يعني اطلعها لكم بصوا كده اهي. ادي الكريمه اهي بتبص منها اهي زي ما انتم شايفين. ديت ايه؟ ديت الجلاش اللي بنجيبوها من بره بالثمن اللي قد كده، لكن انا والله العظيم هو تمن لفه الجلاش وحبه الحاجات اللي احنا بنعملها من البيت وخلاص على كده. وحاجات سهله جدا وبايديكم بتعملوها حاجه حلوه. دي لسه انا هحطها في التلاجة وهنشوفوها. ويلا بينا عشان نبتدي ونقولوا ايه هنحضروها ازاي. الطريقة ديت مفيش اسهل منها. بنجيبوا الحاجة دي من بره بمبلغ كبير، لكن احنا هنعملوها في البيت بايدينا وحاجة نظيفة وحاجة رخيصة ومش هتكلف معانا 15 جنيه. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمله النهاردة حاجة تحفة وجميلة وحاجة حلوة عشان خاطر أولادنا كمان. يلا نقوله. أول حاجة هنجيبه معانا كيس لبن بودر، ومعانا الكاستر بتاعنا القمرايه، ومعانا السكر ده على حسب الرغبه يا كتير يا شويه، ومعانا معلقتين من النشا كبار، ومعانا الفانيليا. ويلا بينا نبتدي ونروح. وفي لبن ما تنسوش اهو، ادي اللبن بتاعنا القمرايه. هنحط كل المكونات ديت في اللبن على البارد، وبعد كده هنقوم واخدينها ايه على النار. طبعا اول ما نبتدي بنقول يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه عشان خاطر تكبروا القناه بتاعتي، وعلشان خاطر شيروها علشان اكبر عدد من الناس يشوفها ويعملوا حاجه صحيه لاولادهم في البيت. اول حاجه هنعملها هننزله بالكاستر بتاعنا هو القمرايه زي ما انتم شايفين. هنزله بكميه معقوله اهو كده. وبعد الكاستر هنروح نازلين باللبن البودر برضه بكميه معقوله خلاص كده. وبعد منها السكر القمرايه بتاعنا على حسب الرغم زي ما قلنا. وبعد كده النشا والفانيليا زي ما انتم شايفين اهو. هنروح ماسكين بقى المكونات بتاعتنا كلها اهي، وهنروح مقلبينها في اللبن بتاعنا. يبقى احنا عملنا ايه يا مها؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبنا نص كيلو من اللبن، حطينا عليه كاستر، معلقتين كاستر ومعلقتين لبن بودر ومعلقتين سكر ومعلقتين من النشا والفانيليا. يعني هنتنين نقلبهم كده لحد ما نلاقي القوام بتاعهم بقى عامل زي المهلبيه بالظبط. ماشي. زي ما انتم شايفين اهي خلاص اهي بطبقت اهي اهي. بسم الله ما شاء الله اهي كده. المهلبيه بتاعتنا بتتعامل معانا. احنا مش مهم عندنا اذا كانت بقى هتبقى سايله مكلكعه، لان احنا هنحشيها مع الجلاش خلاص اهي. دي هنعملها لكم حلوه زي الحلوه الاسباني، بس ديت بقى المصري مش هتبقى الاسباني اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله القوام بتاعها اهو. يلا بينا نشوف المرحله الثانيه. طبعا اهو زي ما انتم شايفين جبنا الجلاش بتاعنا القمرايه، ورحنا جايبين معانا الصينيه بتاعتنا البايركس اللي هنعمل فيها. ومعانا ايه كمان تانية؟ ما هو معانا السمنه او الزبده، السمنه البلدي او الزبده بتاعتنا وهندهنوا بيها. يلا نقوله بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها يا جماعه هروحوا جايبين اهو الصينيه بتاعتنا وهندهنوها بايه؟ هندهنوها بالزبده. ماشي زي ما انتم شايفين كده. بصوا زي ما انتم شايفين حطينا اول رق من الجلاش، وبعد كده هندهنه بالسمنه، وهنخلي الرق ده طالع بره الصينيه اهو زي ما انتم شايفين. ماشي. بصي يا قلبي انا حطيت 6 طبقات من ورق الجلاش، كل طبقه بينها سمنه. وطبعا اهو زي ما انتم شايفين مطلعاها بره
بره الصينيه. ماشي. ايه الخطوه اللي بعد كده يا جماعه؟ الخطوه اللي بعد كده هنروح حاطين الايه المهلبيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. ادي اهي المهلبيه بتاعتنا القمرايه، بسم الله ما شاء الله. هنفردوها في الصينيه اهي، جميله جدا والله العظيم. حاجه هتعملوها في البيت سهله جدا، وسعرها بره غالي جدا جدا. انا مش عارفه ايه الاسعار اللي احنا بقينا فيها دي، بس حاجه بسم الله ما شاء الله هتعملوها وهتعجبكم يعني ان شاء الله باذن الله. ماشي. طب هتعملي ايه بعد كده يا جماعه؟ هروحوا جايبين الرق اللي بره زي ما انتم شايفين، كل الرقات اللي بره هنلموها اهي في الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. ماشي اهي اهي. انا هلمها كلها وايه وهرجع لكم تاني. ماشي اهي. بعد ما لميت الرقات اللي كانت بره كلها، هروحوا ايه جايبين بقى الزبده بتاعتنا القمرايه وايه هندهنه دي. وهوريكم بقى الحركه، وهو لازم يكون في تكايه كده غريبه، محدش مش اي حد اللي يعملها. ماشي. التكايه دي بتاعت مها، فانا هوريكم هنعمل ايه. يلا. بصوا يا حبايبي اهي هنتني كده. شفتوا المروحه اللي احنا كنا بنعملوها زمان واحنا عيال صغيره؟ مره هنا كده جوه ومره بره اهي، مره جوه ومره بره مكشكشه اهي كده. ماشي اهي. نجيبوها نكشكشوها. ماشي اهي. نجيبوها نكشكشوها اهي. خلاص كده. ماشي يا فاطمه. بصوا يا حبايبي اهي المروحه بتاعتنا اهي بالطول. ماشي. هنعملها كده وهنعمل بقيه الصينيه وهرجع لكم تاني. واهو رجعت لكم تاني اهي زي ما انتم شايفين الكشكشه بتاعتها دي. الحمد لله حصل خير يا جماعه، الحمد لله. النور بس هو اللي وقع، بس ربنا سترها الحمد لله. بعد ما عملنا الكشكشه بتاعتنا دي هنقوم جايبين بقى السمنه او الزبده بتاعتنا القمرايه وهنتنوها كلها زي ما انتم شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله اهي اهي كده. وبعد كده هنروح مدخلينها ايه الفرن، ونكون عملنا الشربات بتاعنا خفيف تقيل زي ما انتم عايزين. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين. يلا بينا نروح نحطوها في الفرن وبعد كده نشوف هنعمله ايه تاني. زي ما انتم شايفين اهي طلعت بالسلامه من الفرن. وانا عندي الشربات بتاعي بحطه في براطين كده، بعمله واحطه في التلاجة واحطه في براطين اهو زي ما احنا شايفين. هنبتدي ان احنا ايه هنشربوها بسم الله ما شاء الله بالشربات بتاعنا على حسب الرغبه. عايزين الشربات بتاعنا يكون خفيف او تقيل زي ما انتم عايزين. ماشي اهي زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم بعد ما زي ما انتم شايفين ادي صينيه الجلاش بالمهلبيه بتاعتنا والكاستر. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. وهقطعها وهبقى اشوفكم بقى ان شاء الله في وصفه جديده من وعاء ماما مها. والسلام عليكم.